السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنعمل أسرع وأطعم غدوة. في نص ساعة تدخلي المطبخ تعملي صينية طعمها وريحتها تجيبلك آخر الدنيا. يلا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. جبت بصلاية زي ما انتوا شايفين، قشرتها كده بالشكل ده وسبت الديل. دايما ديل البصلة بيلملي البصلة كلها، يخليكي تعرفي تتحكمي في التقطيعة اللي انت عايزاها. بعد كده قسمت البصلة نصين، وكل نص خدته على 2 بالشكل ده، وهبتدي اقطعها رفيع جدا. ولازم السكينة تكون حامية كويس قوي عشان تعرفي ترفعي البصل على قد ما تقدري. خلي بالك النهاردة ان شاء الله هنشتغل بالسجق والبطاطس، والاتنين ما بياخدوش تسوية، فانا محتاجة كل الخضار اللي يكون معايا في الصينية يتقطع رفيع جدا عشان يستوي بسوى السجق والبطاطس. بصي كده الرفع ده، ولو تقدري كمان ترفعي عن كده يكون طبعا احلى واحلى. بصي بقى عشان قطعت رفيع قوي، البصله الواحده ادتني كميه قد ايه من البصل ما شاء الله. حطيتها في طبق كبير بالشكل ده. البصله بقى دلوقتي يا جماعه ناشفه، بنسميها البصله لسه حيه، محتاجه بقى سر الصنعه. يلا بينا نتبلها كويس قوي. ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، اي بهارات مشكلة عندك، ورشة صغنطوطة قرفة بتديها طعم حكاية. بعد كده بايديكي بقى كده يا قمر، ودعاكي البصله بالتوابل والملح كويس قوي، وبكف ايدك افضلي اضغطي عليها زي ما انا بعمل كده في الاول. بصي البصله ناشفه لسه، افضلي ادعاكي فيها لغايه ما تلاقيها طريت، وتيجي تتكي عليها تلاقيها ابتدت تنزل ميتها، الميه المتبله الجميله. تعرفي كده انك فعلا طريتي البصله وان هي هتستوي معاكي على طول. قد ايه الحركه دي جميله. انت حتى لو بتعملي صينيه فراخ في الفرن وتبلتي البصل ودوستي عليه لغايه ما نزل ميته بالشكل ده، وحطيتيه على الفراخ ودخلتيها الفرن، عملنا احلى صينيه فراخ بالبصل. حركه البصل دي استعمليها في صواني كتير في الفرن، هتعجبك قوي ان شاء الله. بعد كده جبت 3 طماطمات جامدين كده حلوين، وقطعتهم بالشكل ده. وفي الاخر برضو في الاخر خالص عدت على التقطيعه، قطعتها كلها مكعبات صغيره جدا. زي ما بقولك الخضار كله معانا النهارده محتاجينه يتقطع رفيع جدا، لان الصينيه سواء سويتيها على عين البوتاجاز او في الفرن ما بتاخدش وقت خالص. بعد ما قطعت الطماطم بالشكل ده، هنزلها بقى على البصله الجميله اللي عماله تطرى اكتر واكتر وتنزل ميتها اكتر واكتر، وماله مصلحه يا عم الحاج. تعالي بقى هاتي قرنين فلفل رومي حلوين كده وقطعيهم نفس التقطيعه برضو صغنن كده، وحطي الفلفل برضو على باقي الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حته طبق حكايه طبق خضار حكايه. حطيت معلقه توم مفروم، وبعد كده قلبي بقى بايديكي الخضار ده كله في قلب بعضه، وبرده افضلي اتكي عليه شويه كده، خلي الخضار تحت ايديكي يدبل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الطبق عامل ازاي يا جماعه، تحسيه كده طبق سلطه. انا عن نفسي ده طبق سلطه فواكه مش سلطه خضار ابدا يعني. شكله شاي، وكانت ريحته وانتي بتدعكي الخضار بالتوابل والثوم ريحته بتطلع جميله جدا. تعالي بقى نجيب السجق نفتحه من بعضه بالشكل ده. بعد ما بفتح الصوابع كده باخد كل صباع على 2 بس. في ناس تقولك لا صباع السجق يتقطع على 2 ده هيبقى كبير شويه. ايوان فعلا، لانه هيكش في التسويه، فعشان يبقى باين جوه الصينيه بتاعتك، ما يجيش السجق يكش قوي وتقعدي تدوري عليه وانت بتاكلي مش لاقياه انت خلي صباع السجق على 2 كده محترم وحلو قوي. معلقه سمنه بلدي حلوه بقى كده في صينيه الومنيوم على عين البوتاجاز تسخن كويس قوي، وانزليلي باحلى شويه سجق واديله صدمه محترمه زي ما الكتاب بيقول. اديتي السجق صدمه محترمه، خليتي السجق استوى ولونه اتغير، تعرفي ان طعم الصينيه كله هيبقى عسل عسل عسل. بصي كده اديله بقى تقليبه، افضلي قلبي فيه لغايه ما لونه يغير، وهتتفاجئي كمان ان السجق حجمه كش. حتى لو هو قليل الدسم يعني، حتى لو دهونه قليله برضو هتلاقيه السجق كش، وده اصل السجق يا جماعه. بصوا كده بالشكل ده، افضلي بقى قلبي فيه اهو كده. بصي شايفه العقله نفسها بتاعت السجق كشت ازاي،
اهو يا جماعه لونه كمان غير وخد صدمه محترمه، والصينيه ناشفه ما فيهاش اي سوائل خالص. بعد كده بقى بروح مفتحه كده في السجق، وبروح جايبه الخضار بتاعي اللي كنت راكناه على جنب، طبعا دبل اكتر ونزل ميته اكتر وهو المطلوب. بحط الخضار كله كده على السجق وافضل اقلب فيه. هنا يا جماعه بقى لما نيجي نقلبه دلوقتي، شوفي لي الشكل الجميل. الصينيه دي مش محتاجه اي توابل تاني، احنا متبلين الخضار والسجق كده كده متبل بطعمه الحلو الجميل. لو هتعمليه بقى سندوتشات في عيش بلدي او في عيش فينو، اقفي لغايه هنا، ما تعمليش الخطوتين التانيين اللي انا هعملهم. عايزه تقلبي الصينيه دي صينيه طبيخ كده حلوه تغدي بيها العيله كلها مع شويه رز بشعريه زي ما انا هعمل، كملي معايا الخطوتين الباقيين اللي هم ايه؟ بطاطس مكعبات، دول 3 بطاطسات قطعتهم مكعبات وسط كده ونزلتهم على الصينيه بتاعتنا الروعه دي، ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. وبعد كده بقلب البطاطس مع الخضار، وبعد كده بجيب كوباية مية مدوبة فيها معلقة واحدة بس صلصة، وكوباية مية بس مش اكتر من كده. الخضار ده لسه هينزل ميته، انا بس بدعم الصينية بالصلصة والمية عشان البطاطس تستوي وتفضل الصينية طرية. ما تجيش البطاطس يا جماعة تشرب كل السوائل والاقي الصينية نشفت مني، انا مش عايزة كده، انا عايزه تخديعه حلوه كده احطها على الرز. بعد كده غطيها وتقدري تسويها على عين البوتاجاز للاخر، او تغطيها برضو وتدخليها الفرن. بس يا ست الحبايب تخيلي في 5 دقايق، يا ستي خليهم 10 دقايق، خليهم عليك 10 دقايق عملتي الصينيه الحلوه دي. وسويها بقى، عايزه تدخليها الفرن ماشي، عايزه تسويها على عين البوتاجاز ماشي، وعلى ما تستوي تعالي نعمل شويه رز بشعريه بالتكات بتاعتي. اول حاجه بحمر الشعريه بزيت، ما بحطش ولا سمنه ولا زبده في الرز بشعريه بتاعي في الاول خالص، بحمر الشعريه الاول في معلقه زيت كده حلوه، واتك على الشعريه شويه في اللون، ما بخليهاش دهبي فاتح كده، لا بغمقها شويه. كل ما بغمقها شويه اولا بتدي طعم حلو قوي للرز، بتدي فلفله كمان للرز، وبتديله كمان لون حلو قوي زي ما هوريلك دلوقتي اهو. بصوا وكده في معلقه زيت، انا ما حطيتش لسه اي ماده دهنيه تانية. بعد كده جبت كيلو رز المصري بتاعنا، غسلته وصفيته، وبعدين حطيته على الشعريه بالشكل ده. جيت اقلب بقى لقيت الاسباتيولا السيليكون ضعيفه وهتوجع مفصل ايدي، فقلت لا يا ستي وعلى ايه نجيب معلقه خشب قويه كده نقلب بيها. في المرحله دي لازم تسخني الرز كويس قوي عشان الرطوبه اللي الرزايه خدتها وهي بتتغسل تطلع مع الشعريه في التسخين ده، فيديلك رز مفلفل عالمي. ودي كلها تكاتي واسراري في الرز بشعريه اللي طبعا خدتها عن امي وعن جدتي. هنا بقى بحط معلقه كبيره كده مرقه فوريه بودر، بجيبها سايبه من عند العطار، وحطيت ملح، وبقلب كده كله في بعضه كويس قوي. ما بحطش بصراحه في الرز بشعريه اكتر من كده. المرقه الفوريه البودر دي بتديله طعم غني حلو قوي، كانك ساقياه بالشوربه بالظبط لو عندك شوربه يعني. بعد كده حطيت الميه، وبنقص الميه شويه علشان هيجي السر التاني بتاعي الترند، كوبايه اللبن اللي بتتحط على الرز من زمان، كل حبايبي القدام عارفين الكلام ده، بتديله طعم غني جدا. بس يا ستي بسيبه يتشرب، اول ما يتشرب اروح جايبه بقى معلقه سمنه بلدي، الله الله، واحطها على وش الرز وافردها بالشكل ده، واغطي واسيبه يكمل سواه. وكلي احلى شويه رز بشعريه، مش محتاجين حاجه جنبهم، هتاكليه حاف من جماله، الله اكبر عليه. امشي على الخطوات دي وهتشوفي الجمال. هنا بقى كانت الملكه بتاعتنا مشكشكه كده واستوت، بس لسه فيها تخديعه حلوه، ما نشفتش مننا. شايفه الجمال؟ شميت الريحه ولا لسه؟ حسيتي بطعمها ولا لا؟ وادي كمان الرز بشعريه بتاعنا، الف هنا وشفا. اكله خفيفه وسريعه، ويا رب تكون عجبتكم، وسلام عليكم.